مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين. هنبدا الفيديو بذكر الله، وبعد كده هنبدا بالعيش الشامي. هنبدا بحوالي 3 كوبايات من الدقيق. هي الحلقه كلها دقيق في دقيق بصراحه. المواد الجافه شويه ملح، معلقه سكر صغيره، باكو خميره فوريه، نص معلقه بيكنج باودر. نقلب المواد الجافه، وبعد كده كوبايه زبادي، ثلاث كوبايات دقيق يعني نص كيلو من الدقيق. بعد كده هنضيف اللبن واحده واحده. في نسبة التلزيقة هنحط شوية من الزيت، يعني زي معلقة صغيرة، عشان نعرف نطلعه بس كده من ايدينا. تمام كده. هنكمل عجنه بقى على الرخامة. العيش ده عايز تلتي وتعجني تلتي وتعجني، لازم يتعجن كويس، مش ورانا حاجة. نبل ايدينا بلة صغنطوطة قوي قوي من الزيت كده. هنسيبه يخمر لما معانا ما شاء الله بالجمال ده، بالسمك كده اهي، ولا طريه ولا ناشفه. هي هتاخد ساعه تخمير. حبه دقيق عشان نعرف نشيلها كده. رز بايت زي ما انتم شايفين، ما بنرميش حاجه حرام، اعاده تدوير. وهنعمل صينيه بيض بالرز. هو زي خلطه المحشي. هننزل بشويه من الزيت. البتنجان ده متقطع ومتبل يا دوبك بالملح. هنعمل كمان طبق مسقعه كده. مع بعض المسقعه بطريقه مبسطه وسهله. ادي شويه من الزيت، هننزل بالبصل والفلفل على طول كده. مش عايزه الثوم يبان قوي، ففصصناه يا دوبك، ضغطت بس بايديا كده عليه عشان ما يبانش الثوم قوي في المسقعه. خليها خفيفه كده. والطماطم مكعبات صغيره ننزل بميتها كده كلها. حطينا توابل بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون و7 بهارات. هننزل والتسبيكه دي سخنه عشان نفك بس كده الرز معانا، عشان هو طالع من التلاجة كده. اعاده تدوير الرز البايت. وبعد كده هنحط الخضار. هنعمل تيست للبيض. نتقلب كله مع بعضه. هنقدح الزيت او نقصره كده. هننزل بالبيض بسم الله. مشغلين الفرن، لازم يكون الفرن سخن. هياخد بس كده صدمته، وبعدين هنحطه الفرن سخن مولع. ما شاء الله العجين بتاعنا اختمر معانا اهو. يا جماعه بعد ما نمسك البيض بايدينا لازم نغسل ايدينا كويس قوي ونتاكد من نظافتها. هنحط شويه دقيق عشان انا بحب اعمل الكور قوي. وبعد كده هنا وننزل
بسم الله نخرج الهواء منها. خرجنا الهواء منها ما شاء الله. عجينة لينة طرية. هنعملها عبارة عن كور صغير بالطريقة دي. هيضغطوا شوية. هنحط شوية كمون، شوية فلفل، وشوية ملح، ونخلي بالنا عشان البتنجان كان متبل بالملح. هناخد اول رغيف عيش. بسم الله. انتوا فاكرين اللي هو العيش الشام الصغير بتاع السندوتشات بتاع الفول والطعمية؟ هو زيه بقى بإذن الله. وهوريكم السمك بتاعه عامل ازاي، بس لازم تبقى مدورة كده. بصوا السمك بتاعه كده اهو، طاجة كده. يا حبايب قلبي اتقرصوا اهو. هنسيبهم شوية على ما يخمروا وبعد كده نرجع لكم تاني. بعد ما اختمر معانا دخلناه والفرن سخن نار، بيبتدي يقب معانا اهو ما شاء الله. وعلى صاجة البوتاجاز، صاجة الفرن قصدي. بصوا الجمال. اخبزي بقى وعمري بيتك كده بالخير. ما كلفناش كتير، هي كوباية لبن، كوباية زبادي، وشوية دقيق، وعملنا اجمل عيش شامي بتاع المطاعم. واو. وادي قرص البيض بتاعنا. بسم الله. بصوا الجمال والحلاوة. اوريكم جواه عامل ايه. ما رميناش الرز وعملنا قرص بيض بالرز. اهي ادي قرص البيض بتاعنا. بصوا مستوية وجميلة جدا جدا جدا. الشامي تحفة بتاع المطاعم. اوعوا تنسوا اللايك والشير واشتراك في القناة. اشوفكم كل خير يا رب. جود باي.